طبعا زي ما مدام داليا لسه قايله من شويه ان في بعض الشركات قفلت، بعض الشركات قالت للعماله بتاعتها متشكرين. طبعا لكن احنا هنا في اسكندريه الاسود الكربون وفي مجموعه بيرلا الاداره كان عندها الوعي الكافي انها تحافظ على العاملين بتوعها، تحافظ على الاسد بتاعتها وما تتاثرش كتير بالازمه العالميه. اتاثرنا صحيح بان الانتاج بتاعنا ما كانش كتير وقل، ولكن اخذنا برضو دي كاوبورتيونيتي ان احنا نعمل كوست ريدكشن في حاجات ثانيه، وان احنا نبتدي نشوف نعمل صيانات في خطوط الانتاج بتاعتنا. فبالتالي بالرغم انها ازمه الا ان الاداره حطت استراتيجيات انها تستخدم هذه الازمه الاستخدام الامثل عشان تطلع منها بخير وسلام ما يحصلش اي مشاكل. على الجانب الاخر لو حضرتك بصيتي عالميا هتجدي ان في شركات حصل لها دروب، بدات تفلس، في شركات سرحت العماله بتاعتها، ولكن الحمد لله بالاداره الواعيه داخل الاسكندريه الاسود الكربون احنا يعني صدينا مع هذه الازمه ووقفنا على رجلينا مره ثانيه، وهتلاحظي حضرتك ان ده واضح في الانتاجيه بتاعت سنه 2001. الشركه بتتاثر صعود الوقود بمبيعات السيارات في العالم، في مصر وفي العالم. ما هو زي ما قلت لحضرتك احنا 85% من الانتاج بتاعنا هيخش في صناعه اطارات السيارات. طول ما الاطار بيتباع وطول ما السياره بتتباع فاحنا منتجنا ماشي وكويس وفي ديماند عليه وفي طلب عليه. بمجرد ما يحصل دروب في الطلب على الاطارات او الطلب على السيارات زي ما حصل في الازمه العالميه تاثرنا. بالنسبه لسعر البيع هل اختلف قبل الازمه عن بعد الازمه؟ يعني انا عايز اعرف الاول البرايس بتاع الطن بكام، وهل تاثر بعد الازمه ولا؟ طب بعد اذنك لحظه. Mr. Botnaik, this question is we have there was a international crisis. So during the international crisis and after the international crisis, what was the effect on the prices of our product? See, our product is primarily from the petroleum sector, from the crude, okay, and it is highly linked to the crude prices. So the pricing of our product goes to the same cycle as a crude product. So when you saw it about 2 years, the price of crude petroleum had gone up to almost $160 per barrel. Even carbon black follows the same trend, irrespective of demand supply. It is a demand supply of crude petroleum that drives carbon black prices. For example, right now, if you look at the last 3 months, the crude petroleum price has increased. Our pricing is linked to that, and therefore it is although we have a heavy demand, the price is also increasing. حسب مستر بطنايك ان المنتج بتاعنا مرتبط تماما مع سعر البترول الخام. لو البترول الخام سعره طلع المنتج بتاعنا سعره هيطلع، لو البترول الخام سعره نزل المنتج بتاعنا سعره هينزل. وبالتالي احنا دايما في لينك وفي ارتباط وثيق ما بين الاثنين بصرف النظر عن الطلب على الماده ذات نفسها. دايما بيبقى في ارتباط ما بين سعر المنتج وما بين سعر البترول الخام لان الاثنين مرتبطين تماما مع بعض. هنعمل حضرتك كان مصنعين اصلا، كان مصنع الفيسكوس ومصنع سيليكا، 3 مصانع كمان، ومصنع كربون بلاك، 3 مصانع، وال3 مصانع وقفوا. ما كانش مصنع واحد. ايوه كانت استثماراتهم قيمه تقديريه القيمه التقديريه دي انا لازم ارجع لحضرتك، يعني كان كبيره بس لسه. ده متهيألي لازم نشيك الوضع لحضرتك. لكن عايزين نسألوا الفكره لا زالت قائمه بتاعت ال3 مشاريع دول. اوكي. We have a discussion that the ACBC was having a plan to build a factory or 2 factories. أول نقطة في خط الإنتاج هي التنكات دي، يبقى نستقبل المادة الخام من خلال السيارات دي للتنكات اللي حضراتكم شايفينها دي. بعد كده الزيت بيدفع ببمبات بيروح لحد منطقة اسمها الرياكتور، وهناك في الرياكتور بتتم عملية حرق حرق الزيت احتراق غير كامل عشان ننتج ايه؟ عشان ننتج مادة اسود الكربون. يبقى خط الانتاج بيبتدي بالنقطة دي اللي هي نقطة التنكات، بعد كده بيدفع لحد في نهاية المصنع خالص في حاجة اسمها الرياكتورز،